مساء الخير ويعطيكم العافية، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم رح نعمل مع بعض مسخن فلسطيني على أصوله، أكلة طيبة وسهلة كتير. هلأ رح نبدأ بطريقة العمل. أول شي رح أبدأ فيه هو الدجاج. رح أفرم بصلة متوسطة الحجم أو بصلتين صغار، رح أفرمهم فرم متوسط أو فرم ناعم، ما رح تفرق معنا لأنه البصل بالطبيخ رح يدوب. بعدين على الغاز رح أضيف معلقتين كبار من زيت الزيتون في الطنجرة، ورح أضيف عليه البصل اللي فرمته، ورح أضيف كمان بهارات على البصل، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من بهارات مشكلة أو بهارات السبع، ومعلقة صغيرة من القرفة. وبعد ما ضفت البهارات رح أقلب البصل مع البهارات، ورح أضيف كمان على البصل معلقة صغيرة من الملح. رح يساعد الملح البصل إنه يدبل، ورح ينزل ميته أو عصارته. بقلب البصل حتى يدبل. لما يدبل البصل رح أضيف عليه الدجاج. هون أنا عندي دجاجة ونص، غسلتها ونضفتها بالمي والليمون وشوي من الطحين. هلأ بقلب الدجاج مع البصل المبهر حتى تتوزع البهارات على كل الدجاج، ورح أترك الدجاج على الغاز عبين ما أسخن المي في الهيتر. وهلأ عبين ما تسخن المي بضلني أقلب الدجاج كل شوي حتى تتحمر تحمير خفيف من الزيت. بعدين رح أضيف المي على الدجاج، رح أضيف المي حتى حفة الدجاج زي ما هو مبين معكم بالفيديو. بعدين بغطي الطنجرة وبترك الدجاج على الغاز لمدة ساعة إلا ربع. هلأ رح نبدأ نحضر لحشوة المسخن. عبين ما يستوي معانا الدجاج رح نبدأ أول شي بفرم البصل. هون عندي تقريبا كيلو ونص من البصل، رح أفرمه فرم متوسط. هلأ تقريبا لكل دجاجة رح نستخدم كيلو من البصل. وهلأ بعد ما خلصنا وفرمنا كيلو من البصل في طنجرة على الغاز رح نضيف عليها كوب من زيت الزيتون. هون كمان لكل كيلو من البصل رح نحتاج لها كوب من زيت الزيتون. هلأ بعدين رح نضيف على زيت الزيتون البصل اللي فرمناه، ورح نضيف كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ورح نضيف معلقة صغيرة من الملح. وبعدين بقلب البصل مع الزيت حتى يتوزع الزيت والبهارات على كل البصل، وبعدين بغطيه وبتركه على الغاز حتى يدبل البصل. هلأ بعد تقريبا 3 دقايق رح أفتح على البصل ورح أقلبه كمان مرة. هلأ لما يدبل البصل رح أضيف عليه 4 ملاعق كبيرة من السماق، وبعدين بقلبه حتى يتوزع السماق مع البصل ويكون السماق ظاهر منيح مثل ما هو مبين بالفيديو. وبعدين بطفي عليه الغاز. هلأ بعد نص ساعة لما تركنا الدجاج رح ندوق الشوربة إذا كان بدها كمان ملح ولا لأ. وبعد ما تمر 45 دقيقة رح يكون الدجاج استوى معانا وجاهز. رح أشيل شوربة الدجاج على جنب لأني رح أحتاجها بعدين، ورح أخلي شوي من الشوربة على الدجاج. بعدين رح أضيف عليها البصل اللي عملناه، رح نوزعه على كامل الدجاج. بعدين رح أغطيه ورح أتركه على نار هادية من 10 دقايق ل15 دقيقة حتى تتنكه الدجاج بنكهة البصل والسماق. هلا بعد ما مرت معنا ربع ساعة رح نفتح على الدجاج والبصل. رح أشيل الدجاج ورح أحطه بالصينية على جنب. طبعا إذا بتحبوا بتقدروا تحطوه الدجاج بالفرن عشان تحمروه، بس أنا خليته على تحميرته من الزيت زي ما هو مبين معكم بالفيديو. والسماق أعطاه لون كتير حلو، وعشان الدجاج يكون جوسي شوي وما بحب يكون ناشف. هلأ رح نيجي للمكون الرئيسي الثاني للطبخة، هو الخبز. رح نحتاج 4 من خبز الطابون أو الخبز الإيراني. رح أكون محضرة على جنب صحن من شوربة الدجاج وخلطة البصل مع السماق. راح أطوي خبز الطابون للربع زي ما انتم شايفين بالفيديو. بعدين راح أغمسه بالبصل من كل الجوانب الأربعة من جهة التحت للخبز، وبعدين راح أحطه بالصينية. طبعا هاي الأشياء البسيطة راح تعطي طعم كتير زاكي للطبخة. وهلا من الجهة التانية من فوق راح أجيب صحن شوربة الدجاج وراح أوزع على الخبز بالفرشاة عشان تتشرب شوربة الدجاج، راح تعطي طعم للخبز وطراوة كتير زاكية. وبعدين راح أجيب البصل وأفرده على الخبز وراح أوزعه على كامل خبزة الطابون. وهيك بتكون عنا الخبزة جاهزة بعد ما وزعنا عليها البصل. رح نعيد نفس الخطوات كلياتها لكل خبزة، وبعد ما هنخلص رح نحمرهم بالفرن. رح نحمرهم طبعا من جهة الفوق من عند الشواية. رح نحطهم بالفرن حتى تتحمر معنا الخبزة من كل الجوانب. وبعد ما نحمرهم ونطلعهم من الفرن رح نصفتهم الخبز فوق بعض. بعدين رح نجيب الدجاج ونحطه فوق خبز الطابون. مثل ما انتوا شايفين الدجاج انا ما حمرته بالفرن، بس تحمر من الزيت لما طبخته ولونه كتير حلو. بعدين رح أزينه باللوز. طبعا بين كل خبز كمان رح أحط لوز، بتقدر تزينوه باللوز أو صنوبر اللي انتوا بتحبوه. وبتقدروا كمان تقدموا معاه اللبن أو لبن وخيار أو شوربة، طبعا اللي انتوا بتفضلوه. وهيك بتكون طبخة المسخن جاهزة معنا وجاهزة للتقديم. وهيك طبخناها على أصولها. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة كتير سهلة والطعم كتير زاكي.
بنصحكم انكم تجربوها وما رح تندموا. الأكلة شعبية ومعروفة كتير. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد، ويعطيكم العافية وصحتين وعافية.